في تاريخ المغرب الحديث هناك أسماء لم تكتب بالحبر بل بالنور والوفاء، ومن بينها يسطع اسم الجنرال محمد الغرباوي، رجل جمع بين القوة والطيبة. كان الغرباوي قائد وحدة المدرعات في الجيش المغربي، ورجلاً من رجالات الملك الحسن الثاني المخلصين. كان قريباً من القلوب قبل أن يكون قريباً من السلطة. في حرب الرمال سنة 1963 لمع نجمه كأحد أبطال الميدان، قاد دباباته بثبات مدافعاً عن الوطن في لحظات مصيرية، وأثبت أنه لا يحمل السلاح فقط بل يحمل في قلبه وطناً بأكمله. لكن القدر كان يخفي له مشهداً مأساوياً. في صباح 10 من يوليوز 1971 اهتز قصر الصخيرات على وقع الانقلاب. حينها حاول المتمرد الكولونيل عبابو استمالة الجنرال الغرباوي إلى صفه، لكن الأخير وفي لحظة صدق نادرة رفض العرض رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن ولاءه للملك لا يشترى ولا ينتزع. وسط الفوضى كان الغرباوي يقف شامخاً كعادته، لم يتردد، لم يساوم، ولم يخن القسم الذي أداه يوم حمل بزته العسكرية. اختار أن يبقى وفياً حتى آخر نفس في حياته، وحين سقط بشرف. ولما وصل خبر مقتله إلى الملك الحسن الثاني حزن عليه كثيراً. لم يفقد جنرالاً فحسب، بل فقد صديقاً كان يرى فيه صفاء الوفاء ونقاء الإخلاص. رحل الجنرال محمد الغرباوي، لكنه ترك وراءه قصة رجل ظل نقياً في زمن امتلأ بالغدر، رجل كتب نهايته بدمه، ليظل اسمه شاهداً على معنى الولاء والشجاعة والإنسانية التي لا تموت.